ليه الشركات بتعمل ريبراندنج او اعاده تصميم للعلامه التجاريه؟ اهلا بيكم. بيقولوا التغيير بيفتح لك باب الفرص الجديده، وفي البيزنس الهدف الاول لاي شركه هو ايجاد الفرص واستغلالها باي شكل لنجاح البراند بتاعك. علشان كده الطبيعي في عالم البيزنس ان البراندز والشركات مهما كانت كبيره وقويه هيجي عليها وقت وتعمل تغيير في العلامه التجاريه بتاعتها او تعمل ريبراندنج، واللي ممكن يكون ليه اكتر من هدف. وفي الفيديو ده هقول لك ليه الشركات بتعمل ريبراندنج. اول سبب الشركات بتعمل علشانه ريبراندنج هو مواكبه التطور اللي بيحصل في السوق او في سلوك المستهلكين. زي بيبسي، لو تفتكر كده بيبسي غيرت اللوجو بتاعها اكتر من مره. ممكن يكون محافظ على العناصر الاساسيه فيه بس مع تغيير حاجات بسيطه، علشان في الاخر يكون شكله احدث وماشي مع تطور العلامه التجاريه في السوق بشكل اكبر. تاني سبب هو دخول الشركه لاسواق جديده تخليها تغير الهويه بتاعتها علشان تتناسب اكتر مع ثقافه الجمهور في السوق الجديد. وعلى فكره ده من اهم عوامل نجاح البراندز في الاسواق الجديده، لانه بيخليها اقرب للجمهور بتاعها. السبب الثالث ان الشركه بتزود اصناف منتجاتها بهدف التوسع، فبتعمل ريبراندنج عشان تكون اشمل ومش محصوره في منتج واحد او اتنين. وده اللي حصل في دانكن لما تحول من دانكن دونتس لدانكن بس، علشان يقدر يدخل منتجات جديده تحت نفس البراند من غير قيود. رابع حاجة إن ممكن الشركة تعمل ريبراندنج هو إنها عايزة تواجه المنافسين وتتميز عنهم، خصوصا لو المنافسين بيستخدموا لوجو أو اسم أو ألوان أو رموز قريبة لهوية الشركة، فبتضطر الشركة تغير هويتها أو تجدد فيها علشان تتميز عنهم. وعندنا أمثلة كتير على الحالة دي، أشهرها شركة فيديكس للشحن. كان في الأول اسمها فيدرال إكسبريس، واضطرت بعد كده تغير اسمها وشعارها للشكل الحالي علشان تتميز عن المنافسين، واللي معظمهم كانوا بيعتمدوا على كلمة اكسبريس في الشعار بتاعهم. كمان الشركات ممكن تغير هويتها بسبب تغيير ملكيتها أو تغيير في سياستها أو رؤيتها، وده شفناه في شركة موبينيل في مصر لما تحولت لأورنج بعد تغيير ملكيتها. دي كانت إجابتنا على سؤال ليه الشركات بتعمل ريبراندنج. استناني في الفيديوز اللي جاية هنتكلم بتفصيل عن أمثلة للريبراندنج، وما تنساش تعمل شير للفيديو وتتفرج على باقي فيديوهاتي. دمتم بسعادة.